اسأل كل من يقول لك اصبر على الأذى وتحمل، قل له ما هو عذر المؤذي لكي يؤذيني؟ أريد عذرا واحدا للأذى، إذا أجاب عليك أو إذا أجابك فأجاوبني. مجتمعاتنا دائما ما توجه النصيحة للضحية بأن يصبر على الأذى الذي بإمكانه البعد عنه حتى لا يضيع منه الأجر، ولكنهم هم أنفسهم لا يقدمون النصيحة إلى المؤذي حتى يتوقف عن أذاه. المضحك في هذا الأمر أو المبكي في هذا الأمر أن الضحية يصدق فعلا أن ذنبه لن يغفر إذا لم يتحمل الأذى ويكون تحت رحمة المؤذي، فيضطر للتحمل بسبب ابتزاز المجتمع له دينيا. وهذا المؤذي بسبب ما يحصل بسبب الأعذار التي يتلقاها والتبريرات من نفس الأشخاص، وغالبا الأشخاص الذين يسمون أنفسهم استشاريين، ويقولون دائما للضحية اصبر وتحمل، ولا يعلمون عن ما يعانيه في داخل، ولكن أنا أحس فيكم. هذا المؤذي لن يرى نفسه مؤذيا ولن يشعر ذرة بالذنب، لأنك أنت تقبل، لأنه يراك متحملا، لأنه لا يرى الصبر على أنه فضيلة، ولكنه يرى صبرك على أنه قبول، فيستمر في أذاك. لا أستطيع أن أقول لك تحمل واصبر وأنا عارف أن صبرك وتحملك هذا راح يكون برقبتك. هؤلاء لن يستقيموا بالصبر عليهم، بل بوضع حد لهم، بإيقافهم عند حدهم.